بعد كده بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين الاكل عامل ازاي والشوربه دسمه وجميله قوي. بصوا البسله، شايفين؟ وادي الرز حاجه كده على القد يعني. مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ربنا يا رب يسعدكم ويوفقكم في حياتكم كده ويخليكم ليا احلى واجمل متابعين قناه ام جنى. بصوا حبايب قلبي كده، انا عايزاكم تجربوا بس الاكل اللي انا بنزله، مش هتخسروا حاجه. بصوا النهارده هعمل لكم بسله اللهم صل على النبي. لحمه وبسله بتكات كده مختلفه، طعمها يختلف تماما. انا كنت بعمل البسله دايما بالطريقه اللي هي العاديه التقليديه دي، بس بجد والله العظيم لما جربت الطريقه دي للبسله طعمها بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا انتي جربي وقولي لي بقى طعمها يختلف، وهتحسي كده حاجه مسكره وزي العسل. بصوا حبايبي كده، اللحمه اول حاجه نوت سلقتها عشان انجز. سلقتها ازاي؟ شايفين شربتها، بس عشان الدخان والله مش يعني، والكاميرا كمان ظلموها. بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. بصوا عامله ازاي، زي شوربه البط كده والحاجات الدسمه. بص اول حاجه انا عملت ايه. اول حاجه انا هوطي بس عليها. سخنت الحل قوي عشان ادي اللحمه دي معايا صدمه. صدمه ليه؟ عشان اقفل مسام اللحمه كده وتبقى الحته طريه معاكي، ما تبقاش بعد ما تسويتها كده تبقى ناشفه ومتفله. لا الخطوه دي حلوه قوي. يبقى سخنت الحله، عايزه تحطي فيها ماده دهنيه بسيطه براحتك. بعد كده نزلت عليها باللحمه، حمرتها يعني، اديتها لون ذهبي. دي كلها احنا بنعزز طبعا الطعم. وبعد كده بقى جبت طماطميتين، وجبت بصلايه كده حلوه، وحطيت لورا ولوري وورق لوري وحبهان. اعملي الشوربه يعني حسب ما انت حباها. بس هو ده اللي عامه اللي انا حطيته. حطيت شويه فلفل اسمر، شويه كمون، هتاخدي احلى واجمل شوربه. بس كده احنا بعد ما حطيت عليها الكلام ده كله شوحته معاها. وبعد كده رحت عامله ميه سخنه، لازم ميه سخنه، ورحت نازله على اللحمه بالميه السخنه، وهسيبها تغلي كام غلوه، وبعد كده اروح مغطيه عليه. وبسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين عامله ازاي زي العسل كده. انا ببركه بسم الله اهو يا حبايبي. بص كده حطيت سمنه، وادي البصل. امشي بس معايا خطوه بخطوه كده، انا مش هعملها بالطريقه التقليديه، انا بس بوريكم انا ايه عملت ايه في السريع كده. بس والله الطريقه دي وهم كده ما شاء الله. يعني هتعشقي حاجه اسمها بسله. بصوا كده اهوت ايه. هسيبها لغايه لما تصفر لونها، وبعد كده اقول لكم انا ايه مجهزه ايه. انا مجهزه بس فصين 2 توم. البسله ما بتحبش التوم الكتير. تمام كده. بعد ما هتتشوح هرجع معاكم تاني وهوريكم الخطوه اللي هي هتحلي البسله معايا قوي. بصوا حبايبي كده، بعد ما البصله هي انا عايزاه اللون ده، انا مش عايزاها تبقى فاتحه. انا يعني خليتها ذهبي. حطيت لها كده ايه، خرجت لها كده 3 فصوص توم تقريبا، او فصين توم اللي يريحك. ماشي، امشي كده بس خطوه بخطوه كده. ولما تجربيها وتعجبك ادعي لي بقى دعوه حلوه كده. واتمنى يا جماعه تدعموا القناه عشان بس القناه تكبر وتتشاف، وان انتوا تشيروا فيديوهاتي وتعملوا لايك للفيديو، واللي مشترك ونسي يفعل الجرس يفعله. يعني انتوا كده هتساعدوني ان القناه تتشاف يا حبايبي. ربنا يخليكم باذن الله. ادي اهو كده هوريكي هعمل ايه. بصوا كده يا بنات، لما انا شوحت البصلايه زي ما قلت لكم كده، نزلت عليها بالبسله. شايفين ما شاء الله شكلها جميل ازاي، بسله وجزر. وهبدا ان انا ايه هشوح فيها شويه، واحط لها مكعب ماجي. بس اهم حاجه ما تحطيش الماجي سليمه، فرفتيها. لو انت حابه تحطي حبه مش حابه، بس هي بتطعم الاكل على فكره. بس واحط لها شويه فلفل اسمر. تمام كده. وهشوحها بقى كويس قوي، وبعد كده هوريكم هعمل ايه. اهي يا بنات كده حطيت لها المرقه، حطيت لها الفلفل الاسمر. التشويحه دي هتديكي طعم رهيب فيها. ولو انت حابه بعد كده ما يعني تضيفي لها اللحمه،
بس انا مش هضيف لها اللحمه لان بنتي مش بتاكل البسله، هي ما دقتهاش خالص، بس هي مش ما بتاكلهاش ولا بتحبها. الموبايل سخن قوي مني. بس كده انا هسيبها تتشوح واوريكم اعمل ايه بعد كده. يعني جربي مش هتخسري حاجه، الحياه تجارب. انا كنت بعملها باللي هي الطريقه العاديه المعتاده بتاعتنا، ان احنا يعني نعمل البصل وكده ونسبك الطماطم. لا الطريقه دي جميله قوي قوي بجد هتعجبك. بعد ما شوحتها شويه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالطماطم بتاعتي لاخر قطره طبعا. طماطم غاليه اهو. ماشي، ونعمل كده. بصوا يا جماعه، البسله تاني حاجه ليها، البسله ما بتحبش الطماطم الكتير، يعني مش زي الباميه كده اللي هي بتحب تعصيج الطماطم كتيره والكلام ده كله. لا، البسله مش بتحب الصلصه كتير. فانا كده اهو حطيت لها الصلصه وهغطي عليها وهسيبها ايه تتسبك مع نفسها. يا بنات كده ما شاء الله، شايفين لونها حلو ازاي. هبدا دلوقتي يعني هي كده تعتبر استوت، يعني مثلا نص تسويه. هبدا انا احط عليها اللهم صل على النبي الشوربه وبس كده بقى وخلاص، وهي تستوي. ودي تعتبر كده البسله بطريقه روعه يعني. جيت هنا احمر حبه رز، واقول لكم ايه قلت اتكلم معاكم شويه. يعني والله يا بنات الحوجه زي ما بيقولوا مره فعلا، يعني بجد والله العظيم الوحده وحشه والحوجه مره. يعني انا امبارح اما صورت لكم الشعريه دي كان يعتبر والله طول النهار احنا ما كناش كلنا حاجه خالص. انا كنت نايمه تعبانه، كنت تعبانه قوي. عيالي طبعا من غيري محتاسين مش عارفين يعملوا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله يعني بجد الحوجه وحشه، وهنقول الحمد لله على كل حال. فالام بجد الام اساس يا جماعه في البيت، الام اساس في البيت. شايفين لونها ما شاء الله. لما بتكون الواحده تعبانه او كده وما فيش حد بيسندها بجد بيبقى الموضوع صعب قوي، خاصه لو الواحده معاها اطفال. يعني بجد بتبقى مش عارفه، يعني بتبقى مش عارفه تعمل ايه، بس غصب عنها المرض بيبقى صعب. يا بنات كده بسم الله ما شاء الله، البسله عامله ازاي، شكلها تحفه. حطيت طبعا لحمه في الصلصه للي حبيبها في الصلصه، واحمر برده واحدتين كده للي عايز ياكلها محمره. تمام كده.